الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحديث يا عباد الله، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن وصل عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي الشجر يوما، أو في رواية فنأى بي طلب الشجر يوما، إلى آخر ما جاء في هذه الجزئية من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ما كان في الأمم الماضية لنتأسى بما كانوا عليه من خير واستقامة، يضرب لنا مثلا مما كانوا عليه لنتنافس فنسبقهم إلى الخيرات، فنحن أولى بكل فضيلة وخيرية. فربنا جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الجزئية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا هذا الرجل مثلا أعلى في البر بأبويه، فهو لا يقدم قبلهما لا أهله ولا زوجه، لا إخوانه ولا خدمه ولا أبناءه، إنما يبدأ بإطعام والديه قبل كل شيء، قبل نفسه. هذا هو الإحسان يا عباد الله. وفي هذه المرة خرج ليرعى فبعد به الشجر، بعد به مكان الرعي فتأخر رغم أنفه، ثم عاد فوجد والديه قد ناما، فلم يرد أن يزعجهما أو يقلقهما، وأبناؤه يتضاغون يصيحون من شدة الجوع، فلم يقدم ولده ولا زوجه ولا نفسه. ليس هذا فحسب، بل بقي والقدح على يديه حتى برق الفجر، واقف على قدميه يمسك باللبن، لا يريد أن يزعج والديه. ما هذه الصورة المشرقة، وما هذا المثل العظيم الذي جاء في الصحيحين من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فتأملوا يا من كان آباؤكم أحياء، ماذا أنت فاعل تجاه والديك؟ هل تقدم أولادك وزوجك على أبويك؟ أين البر والإحسان؟ أين تقوى الرحمن جل وعلا؟ فأعظم الحقوق على الرجل بعد حق الله جل وعلا وحق نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حق الوالدين، أعظم من حق الزوجة وأعظم من حق الأولاد، فإن الله قدم ذلك في كتابه، فقال جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل في علاه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذا الأمر يا عباد الله كان حتى في الأمم الماضية. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وتأمل يا عبد الله
في نبي الله إبراهيم، أبوه كافر يسبه ويعانده، ومع ذلك يحسن إلى أبيه. والده يؤذيه ويسبه وهو يصر على دعوته ويتحمل أذاه ويتلطف في عبارته. انظر إلى إبراهيم ماذا يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال به يا أبت. يا أبت، انظر إلى اللطف والود ورقة العبارة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم. ما تكبر على أبيه ولا قال أنا أفقه منك وحصلت من الدرجات الوظيفية والشهادات العلمية وأنت رجل أمي وجاهل، ما عندك خبرة، ما عندك خلفية من وضع المجتمعات المعاصرة، أنت رجل قديم. ما قال له ذلك. هذا من قبيح الأدب، هذا من سوء الأدب. انظر تأمل كيف فعل إبراهيم مع أبيه الكافر. أبوه كافر يا أمة الإسلام، وانظروا إليه كيف يحسن إليه ويقول له: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا يقول أبوه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كان جزاء إبراهيم بهذا البر الذي حدث منه مع أبيه الكافر أن أكرمه الله بنبيين كريمين من أبنائه. انظر إلى البر والجزاء. أكرمه الله بنبيين كريمين، أحدهما إسماعيل جد نبينا خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر ماذا حدث من إسماعيل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يأمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح إسماعيل، فإذا به ماذا يقول؟ يا أبت افعل ما تؤمر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الفضلاء، إن قصص الأنبياء والصحب الكرام في البر والإحسان إلى الوالد خاصة أمرها جلل وأمرها عظيم. وثبت في الصحيح من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعني في الحديث الصحيح، أنه قال: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك أو فإن شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاءه كما في حديث جابر رجل فقال له: يا رسول الله إن لي أهلا ومالا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يأخذ كل ماله. فقال له النبي عليه السلام والحديث صحيح، قال: أنت ومالك لأبيك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أن أطيب كسب الرجل، أن أطيب مال الرجل ما كان من كسبه، وإن ولد الرجل من كسب أبيه، وإن ولد الرجل من كسب أبيه. فيا أمة الإسلام، لابد أن نعلم الأبناء البر بالوالدين، وإنه من أعظم الطاعات والقربات عند رب الأرض والسماوات، وأنه هدي النبيين. فقال جل وعلا في شأن عيسى، في شأن يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال في شأن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فلنتق الله جل وعلا في أبنائنا، ولنعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما
فلم يدخلاه الجنة، فقال رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما اشتكى عبد الله بن عمر أن أباه يريد منه أن يطلق زوجته قال أطع أباك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطع أباك. وهذا في من كان على هيئة عمر وفي فهم عمر ورجاحة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك انظروا إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وللكلام بقية إن شاء الله تعالى حول هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح أبناءنا أجمعين. اللهم ارزقنا البر بآبائنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، وعافي واهدي وثبت كل من كان حيا، متعه بالصحة والعافية من آبائنا وأمهاتنا. اللهم متعهم جميعا بالصحة والعافية، اللهم متعهم جميعا بالصحة والعافية. اللهم تولى أمورنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، واصلح فساد قلوبنا وأخلص نياتنا يا ربنا. أصلح ذرياتنا يا ربنا، أصلح ذرياتنا يا ربنا، أصلح ذرياتنا وأخلص نياتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.